السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة النهاردة وعلى قد كل الأحداث اللي هتسمعوها واللي هتستغربوها جدا واللي هتحسوا إن هي أحداث فوق مستوى العقل وفوق مستوى الإدراك البشري حرفيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن القصة دي تحصل على أرض الواقع بكل تفاصيلها، أكيد لسبب إنه يعلمنا حاجة مهمة جدا، إنه رغم اللي بيوصله الإنسان ورغم صعوده لأعلى المراتب أو حتى وصل للقمة وتجبر وافترى وعمل كل ما لا يخطر على بال البشر، قادر ربنا وفي لمح البصر إنه ينهيه بأبسط كائن موجود على وجه الأرض. قصتنا النهاردة عن النمرود، أول جبار في الأرض وأحد ملوك الدنيا الأربعة اللي ذكروا في القرآن الكريم، وهو من الملوك الكافرين. هو أول واحد يحط تاج على راسه كرمز للملك، تجبر في الأرض وادعى الألوهية، وكان ملكه 400 سنة طغى وتجبر فيهم واختار الحياة الدنيا عن الآخرة، وكان بيظن نفسه قوي ومفيش حد في قوته، إلى أن أهلكه الله بأبسط كائن ممكن تتخيلوه، وكانت نهايته عبرة لمن لا يعتبر. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو أنتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش لايك وشير واشتراك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح عليه السلام، ملك متكبر كان بيحكم كل العالم من مملكته، وكان بيحكم شعبه بالحديد والنار زي ما بيقول. كان ملك متسلط عليهم، وهو واحد من الملوك اللي حكموا الأرض ومن عليها، وأول من ادعى الألوهية وحط التاج على راسه، وهو أول من تعلم السحر وتعلمه على إيد مين؟ اتعلمه على إيد إبليس اللعين شخصياً. بيقال إن النمرود هو واحد من اللي بنوا أحد عجائب الدنيا السبعة اللي هو برج بابل العظيم. أما عن نشأته، فالنمرود نشأ وتربى في أرض بابل اللي بتعتبر من أعظم الحضارات اللي موجودة على مر التاريخ. وقبل ما النمرود يصبح ملك ويرث الأرض وما عليها، وطبعا ده كله بإذن الله، كان عايش عيشة منعمة وكلها طرف. كان حلمه الأول والأخير إنه يصبح حاكم للبلاد وما عليها، بحيث يكون حاكم ملوش منافس. يقال إنه في يوم من الأيام كان النمرود بيغتسل في حمام قصره، وكان حواليه مجموعة كبيرة من النساء الحسنوات. يتفاجأ النمرود برجل أحدب لابس أسود في أسود، وبيكلمه بمنتهى السخرية والتهكم، وبيقول له: أنت بقى اللي نفسك تملك الأرض واللي عليها؟ طبعا النمرود اتفاجئ وتعجب من وصول الأحدب للمكان ده في القصر، وغضب غضب شديد، وأمر حراسه بقتل الرجل الأحدب في الحال. مش بس كده، ده كمان أمر بقتل كل الجواري اللي كانوا معاه في الحمام، لأنهم سمعوا الكلام الساخر اللي قاله الرجل. وبالفعل نفذ الحراس أوامر النمرود في الحال، واتقتل كل اللي كانوا في الحمام قدام عينه هو شخصيا. بعدها طلع النمرود لغرفته في القصر، واتفاجئ إنه لقى نفس الرجل الأحدب اللي اتقتل قدام عينه من شوية. فسأله النمرود وهو مستعجب: أنت مين؟ رد عليه الأحدب وقال له: أنا ملك النور يوم أن خلق النور. وقال له: لو عايز تصبح ملك عظيم حاكم لكل البلاد واللي عليها، لازم تشوفني على شكلي الحقيقي. طبعا وافق النمرود في الحال، وإذا بالرجل الأحدب بيتمثل في هيئته الحقيقية. كان على شكل رجل عظيم البنية وجسمه بالكامل بيكسوه الشعر. عارفين الراجل ده هو مين؟ أيوة، هو بالظبط إبليس اللعين، اللي طلب منه إنه يسجد له مقابل منح القوة. وبالفعل سجد النمرود لإبليس. كان النمرود أول إنسان يبيع روحه للشيطان مقابل حصوله على النفوذ والسلطة. ابتدى إبليس يعلمه السحر، وعلمه إزاي يسحر الناس عشان يصبح أعظم حاكم. وبعد ما أتقن النمرود كل فنون السحر على إيد معلمه الأكبر إبليس لعنة الله عليه، أمروا إبليس بحاجة غريبة جدا.
أمره إنه يقتل أبوه علشان تسمح له الفرصة بالاستيلاء على حكمه من بعده. وبالفعل نفذ النمرود كل أوامر إبليس وقتل أبوه، وبكده أصبح له الحكم من بعده، فأصبح ملك متسلط وساحر قوي محدش يعرف حدود قوته ونفوذه وسلطانه. وفعلا أصبح النمرود ملك الأرض ومن عليها من البشر، وطبعا كله بإذن الله. كان ملك قوي عنده جيوش لا تقهر، وكان على راس الجيش بتاعه وهو لابس التاج الذهبي على راسه. يومها قال: إحنا ملوك كل الدنيا. وبدأ النمرود يستثمر جيشه الجبار في غزو كل البلاد اللي حواليه. فضل يغزو في الأراضي لحد ما أصبح ملك الأقاليم السبعة. كان بيملك القمح والطعام، وليه الأحقية الأولى والأخيرة في التصرف فيهم زي ما هو عايز، يعني يوزع الطعام والشراب على اللي هو عايزه ويمنعه عن اللي هو عايزه. القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن بيقول إن النمرود شاف حلم، شاف إن في كوكب طلع في السماء وبدأ يذهب ضوء الشمس لحد ما اختفى تماماً، فجمع الكهنة والمنجمين بتوعه علشان يفسروا له الحلم، واللي قالوا له إنه هيتولد ولد هيكون هلاكك على إيده. فأمر النمرود بذبح كل غلام يتولد في البلدة. وفي نفس السنة دي اتولد سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن والدته أخفته لحد ما كبر وأصبح شاب. بدأ سيدنا إبراهيم في الوقت ده إنه يدعو قومه لعبادة الله وحده لا شريك له، وإنهم يبطلوا ويكفوا عن عبادة النمرود. وطبعا قومه كذبوه ورفضوا إنهم يتبعوا رسالته. في يوم من الأيام وأثناء ما كان قومه بيحتفلوا خارج المدينة، راح إبراهيم لأصنامهم وراح مكسرها كلها إلا كبير الأصنام. ولما رجعوا من حفلتهم لقيوا أصنامهم كلها مهدمة، فسألوه: أنت اللي عملت كده؟ قال لهم لأ. قالوا له: أمال مين؟ قال لهم: كبيرهم اللي كسرهم لأنه بيغار منهم. فسألوه: إزاي صنم لا بيضر ولا ينفع إنه يكسر الأصنام زي ما أنت بتقول؟ وقتها خدوه للنمرود علشان يلقى عقاب، اللي أمر جنوده على الفور إنهم يجمعوا حطب كبير ويحفروا حفرة عظيمة ويشعلوا فيها النار. وبالفعل نفذوا كل اللي قال لهم عليه، وكانت أعظم نار تقام بكل المدينة. وجابوا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ما قيدوه وراحوا رمينه في النار وخلوها عدة أيام مشتعلة. بعد كذا يوم وبعد ما النار اتطفت بصوا لقيوا إن سيدنا إبراهيم عليه السلام زي ما هو لم تمسه النار، مفيش بس غير إنها أكلت القيود اللي كانوا مقيدينه بيها كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وكانت بردا وسلاما عليه زي ما ذكرت القصة في القرآن الكريم. في الوقت ده اتعجب النمرود من اللي شافه وقرر إنه يجادل إبراهيم في أمر ربه. فجاب سيدنا إبراهيم عليه السلام وسأله: من ربك؟ فأجابه إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال له النمرود: أنا أحيي وأميت من أشاء. وأمر رجاله بإحضار 2 من المسجونين اللي كان محكوم عليهم بالموت، فقتل واحد فيهم وأمر بإطلاق سراح التاني. فسيدنا إبراهيم قال له: لو أنت صادق احيي من قتلته. وطبعا عجز النمرود عن الإجابة، فسأل سيدنا إبراهيم مرة تانية وهو بيسخر منه، قال له: طب ربك بيعمل إيه تاني؟ فأجابه سيدنا إبراهيم: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. وللمرة التانية بيعجز النمرود عن فعل الشيء اللي أخبره به سيدنا إبراهيم عليه السلام. في القرآن الكريم الآية بتقول: فبهت الذي كفر. بعد مناصرة النمرود مع سيدنا إبراهيم، بعض المفسرين قالوا نقلا عن زيد بن أسلم اللي قال إن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك من السماء بيدعو النمرود لعبادة الله وحده لا شريك له ويفضل على ملكه زي ما هو. فالنمرود المتكبر رد على الملك المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى ورفض، فأرسل الله سبحانه وتعالى بملك آخر فرفض، وأرسل له ربنا سبحانه وتعالى بملك ثالث فرفض،
ورد عليه النمرود وقال له: اجمع جيوشك وأنا هجمع جيوشي خلال 3 أيام. وفي الوقت ده وخلال ال3 أيام جمع النمرود جيش عظيم علشان يقدر يواجه بيه في اللقاء اللي حدده. ولما حان اللقاء أرسل ربنا سبحانه وتعالى بجيوش من البعوض أكلت لحومهم وشربت دمائهم وتركت جيشه من حوله عبارة عن عظام، ومتبقاش حد من الجيوش إلا النمرود. فسلط الله سبحانه وتعالى عليه بعوضة دخلت في أنفه واستقرت في دماغه، فكان لا يهدأ طنين البعوضة إلا لو ضرب بالمطارق الحديدية والأحذية على راسه. فكان النمرود بيتوسل للخدم بتوعه إنهم يضربوه على راسه علشان بس يهدى الألم ولو حبة قليلة. النمرود اتعذب بالبعوضة دي يقال لمدة 400 سنة، ودي كانت نفس المدة اللي حكم فيها بتجبر وبتكبر وادعى فيهم الألوهية. يعني الله سبحانه وتعالى عذبه بالبعوضة نفس المدة اللي حكم فيها. ويقال إن البعوضة أيضا كانت السبب في هلاكه، لأنه مات بالجنون من كتر الضرب اللي تعرض له على دماغه. يعني بعد كل اللي حكيناه ده الموضوع كله بينتهي بالبعوضة اللي هي تعتبر بالنسبة له لا شيء بعد الجيوش والعظمة وكل اللي هو عمله ده، علشان تكون انتهت قصة من أعظم القصص اللي ممكن تدينا عبر في الدنيا وفي الحياة، وإن قد إيه مهما علي شأن الإنسان ومهما حاول ومهما كبر هو في النهاية شيء لا يذكر قدام قدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر واشتغلت عليها كتير عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو انتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. انتظروني.